ومن والاه. أما بعد، مر معنا الأمس وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الصفات، بعض آيات الصفات، فيعني تحفظوها تمام، تحفظ الصفة مع الدليل. مما مر معنا قبل الأمس ماذا؟ صفة ماذا؟ من يحفظ؟ الدليل بل أحسنت. أيضا صفة الوجه دليل. أحسنت. أيضا صفة الغضب دليل. غضب الله عليهم ولعنهم. أيوة. أيضا المجيء. أيوة الدليل جاء ربك والملك صفا صفا. أيضا صفة النفس. أيوة دليل ما قال الله عنه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما في نفسك، ويحذركم الله نفسه الله رؤوف بالعباد. أيوة. أيضا صفة الإتيان بمعنى صفة المجيء. صفة الإتيان الدليل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات. صفة الرضا صح، دليل رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيضا صفة المحبة. أيوة دليل يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأيضا صفة الكره كره الله بعاثهم. صفة سخط الله عليهم تبعوا ما أسخط الله عليه، تبعوا ما أسخط الله عليه. فهذه يعني الصفات تحفظ مع الأدلة تمام، تحفظ مع الأدلة. قال ومن السنة، قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. أي صفة النزول ثابتة بالسنة المتواترة والإجماع. السنة هذا الحديث، ويعني هذا الحديث متواتر، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها عنه نحو 28 نفسا من الصحابة، 28 نفسا من الصحابة. فهذا ثابت صفة النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر من الليل، نزول يليق بالله عز وجل. ولا يخلو العرش من عندما ينزل الله عز وجل، فلا يكون العرش فوق الله عز وجل، بل ينزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه، ولا يكون العرش فوقه. هذا ثابت بالسنة وبالإجماع، النزول، نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر من الليل في كل مكان. هنا الثلث الآخر من الليل ينزل الله عز وجل، في مثلا السعودية الثلث الآخر مختلف صح، هنا مختلف. فهذا يعني الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله، كيف لا نعلم كيف، كما سيأتي معنا في جميع الصفات من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف يعني فالله عز وجل في يوم القيامة يحكم يعني بين الناس ولا يشغله، ويفهم جميع
يعني لقات العباد ويسمع جميع المتكلمين في وقت واحد. فقيل لابن عباس: كيف يفصل الله عز وجل بين العباد في ساعة، يعني في وقت قصير، كيف يسمعهم؟ قال: كما يرزقهم، كما أنه يرزقهم في وقت واحد، كذلك يفصل بينهم في وقت واحد. قال: وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وهذا الحديث يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة العجب ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما في الكتاب فهي في قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، على قراءة هي قراءة متواترة، قراءة التي نقرأها نحن: بل عجبت، يعني للمخاطب، ويسخرون. وفي هناك قراءة: بل عجبت، بل عجبت ويسخرون. وقوله: وإن تعجب فعجب قولهم، إن تعجب أنت فنتعجب أيضا من قولهم. وفي السنة: عجب الله من صنيعكم بضيفكم البارحة، عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيف فقال: من يضيف هذه الليلة؟ فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. فيعني رجع إلى بيته ولم يجد طعام إلا طعام أبنائه، فقدمه إلى الضيف. قال لزوجتي: علليهم، يعني لعبيهم حتى يناموا. فلعبتهم حتى يناموا وهم بدون أكل، الأولاد والزوج والزوجة أيضا بدون أكل، وقدموا الطعام الذي يريدون أن يأكلوا للضيف، وأطفأوا السراج لأجل ألا يرى الضيف يظن أنهم يأكلون معه وهم ما يأكلون، فقط الضيف يأكل. فلما أصبح ذلك الصحابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. عجب هذا ثابت. والعجب المثبت، العجب يعني المثبت لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى، هو خروج الشيء عن نظائره مع علمه سبحانه بسببه. يعلم الله عز وجل بسبب أن يعني الله عز وجل يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، وإنما يتعجب الله أنه خرج عن نظائره، ليس لجهل، ليس لم يكن الله عز وجل يعني ليس جاهل، حاشا، الله عز وجل يعلم كل شيء. هذا الإنسان يجهل الشيء، ثم إذا ظهر له شيء تعجب لأنه كان جاهل، ثم تعجب من حصول هذا الشيء. لكن الله عز وجل لا، إنما يتعجب لأنه خرج عن نظائره. الله عز وجل يعلم، وعلم ما سيعمله ذلك الصحابي من يعني أنه ينوم أولاده ولا يأكل يعني أولاده، وأنه سيطفئ السراج ويري أنه يأكل وهو لم يأكل، يعلم هذا، لكن تعجب الله عز وجل من هذا، خرج عن نظائر. هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب أن الإنسان يعني يقدم ضيفه، يكرم ضيفه بما هو طعامه، ليس عنده طعام إلا طعامه وطعام أولاده، ومع ذلك يعطيه للضيف. قال: وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم ويستشهد، يقتل في سبيل الله، فكلاهما يدخل الجنة. قال: فهذا وما أشبه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، لا يجوز تخيل، أن لا نعلم الكيفية، لا نعلم كيفية الله. يضحك الله إلى رجلين، هذا ثابت، كما هذا الحديث حديث في الصحيحين حديث أبي هريرة ثابت بالسنة وكذلك بالإجماع، ذلك بالإجماع. فهذا قال، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذا وما أشبهه مما صح سنده، أي فهذه الأحاديث التي ذكرها فيها إثبات الصفات، فيها إثبات بعض الصفات لله عز وجل، فهذا وما أشبهه أي من أحاديث الصفات مما صح سنده، مما صح سنده، لأن هناك أحاديث لا تصح إسنادها، ليس كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح، بل هناك أحاديث ضعيفة، فلا بد في اشتراط صحة السند، ولا يشترط هل هو متواتر أو أحاد، لا يشترط، المهم أن يصح سنده سواء كان أحاد أو متواتر، ففيه إثبات صفة لله عز وجل نثبتها، ففيه صفة لله عز وجل نثبتها كما هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة في تعريف الأسماء والصفات،
أن نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه في كتابه ونصفه بما وصف به نفسه في كتابه، أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا كما قال يعني الآجري في باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك: اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه لا هذا لا بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له والإيمان به أن الله عز وجل يضحك، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي من آيات الصفات ومن الصفات التي هي ثابتة لله عز وجل صفة الاستواء على العرش، ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهي صفة فعلية. الاستواء غير العلو، سيأتي معنا العلو صفة ذاتية لله عز وجل، الله في العلو، أما الاستواء صفة فعلية فعلها الله عز وجل يعني متى شاء. قد الله عز وجل لم يستوي ثم استوى على العرش، لم يكن مستوٍ ثم استوى على العرش. قالوا من ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه يعني بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة العلو، من أدلة العلو الاستواء على العرش، ثم سيذكر بعد ذلك يعني الأدلة على العلو ستأتي معنا. فالرحمن على العرش استوى في 7 مواضع في القرآن. هذه الرحمن على العرش استوى في موضع، وفي 6 مواضع ثم استوى على العرش في سورة طه. هذه الرحمن على العرش استوى، هذه سورة طه. ثم استوى على العرش في سورة يعني هود، وسورة يونس، وسورة الأعراف، وسورة سجدة، وسورة البقرة. لا. أيوة، ثم استوى على العرش، سورة يونس، وهود، الأعراف، السجدة، الحديد، البقرة. أيوة البقرة، ما في صح؟ ما في البقرة. يدبر الأمر، هذا سورة يونس. سورة السجدة، سورة يونس، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. لا، هذه ليس سورة يونس. سورة يونس الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها المستوى، وهو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض أيوة ثم استوى على العرش. سورة يعني السجدة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. سورة الحديد: الله الذي خلق السماوات والأرض صح وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وأيضا سورة ماذا؟ البقرة. ما هي الآية؟ في 6 أيام ثم استوى. هذه 6 أيام في كل سورة. لا ليس هي. الأعراف ويونس وهود الكرسي. الله لا اله الا هو تخشون له السماوات وما في الارض من ذا لا، ليس آية الكرسي. في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وسورة طه: الرحمن على العرش استوى. وسورة الرعد: ثم استوى على العرش.
سورة يعني الفرقان، الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. وسورة السجدة، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش. سورة الحديد، هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش. إذا استوى على العرش في 7 مواضع، في 7 مواضع، في 7 مواضع. سورة الأعراف ويونس، أنا قلت هود، هود ليس فيها هود، موجود في هود. سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد، والسجدة والحديد ليس في سورة هود. وكان عرشه على الماء سورة هود. إذن في 7 مواضع: سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد. هذا في إثبات استواء الله عز وجل على العرش، إثبات استواء الله على العرش. واستوى بمعنى يعني ارتفع على العرش، ارتفع على العرش. والعرش غير الكرسي، الكرسي هو موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس، الكرسي هو موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره، أي لا يستطيع أحد أن يقدره. فاستوى يعني إذا عديت بعلاء في القرآن قلنا ذكر في 7 مواضع. ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش بمعنى على وارتفع. إذا عديت بعلى فمعناها على وارتفع. وأما إذا عديت بلا سيأتي معنى. وأما إذا لم يعني تعدى ثم ولما بلغ أشده واستوى أي تم وكمل قوته، كمل قوته. ولما بلغ أشده واستوى هذا معنى كمل قوته، تم. وأما إذا عديت بعلى فيها بمعنى على وارتفع، وليس معنى استوى بمعنى الاستيلاء، هذا كلام باطل. قال ابن القيم: الإجماع منعقد على أن الله استوى على عرشه حقيقة لا مجازا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة وإجماع السلف يدل على أن الله فوق العرش. وقال ابن القيم: أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق السماوات بائن من خلقه. وأما تفسير الاستواء بالاستيلاء باطل. قال: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك. هذا في أدلة العلو. أأمنتم من في السماء أي من في العلو، بمن في العلو. في إذا كانت ظرفية السماء المراد بها العلو، بمن في العلو. أو في بمعنى على السماء أي من فوق السماء، من هو عال. وأدلة العلو ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك الفطرة والعقل. عقل لأن العلو من صفة الكمال فهي ثابتة. العقل يثبت الله عز وجل صفة الكمال، فالعلو من صفة الكمال، فالعقل إذن يثبتها. والفطرة أن الناس مفطورون، عندما يدعو العبد إلى أين يتجه؟ يرفع يديه صح إلى السماء، هذه فطرة ولو كان جاهل العبد. تدل الفطرة على أن الله عز وجل في العلو. والأدلة من يعني الكتاب والسنة ذكر يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما يقارب 1000 دليل، ذكر يعني ابن القيم أظنه قال ما يقارب 2000 دليل دليل في إثبات صفة العلو لله عز وجل، وهي صفة ذاتية. فقلنا يعني صفة العلو ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. أما الكتاب فقول الله عز وجل: آمنتم من في السماء. وكذلك صعود الأعمال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذه من أدلة العلو وغير ذلك من الآيات. وأما في السنة فهذا الذي ذكره المؤلف سيأتي معنا أيضا، يعني ما سيذكره أيضا سيأتي معنا ما سيذكره المؤلف من الأدلة. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، ربنا الله في السماء تقدس اسمك، هذا يعني الحديث ضعيف لا يصح. تقدس اسمك إلى آخر الحديث، هذا الحديث لا يصح
ولكن حسنه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن غيره يعني غيره من الأحاديث ما هي ثابتة، فكما سيأتي معنا. قال: وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، أي في العلو. قال: اعتقاف إن مؤمنة. أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أين الله؟ قالت: في السماء. ثم قال: اعتقاف إن مؤمنة، لأنها أثبتت لله العلو، أثبتت لله العلو. فقال: ومالك بن أنس وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك 6 واعبد الذي في السماء. وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وهذا يعني الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. بعض أهل العلم يعني يصححه: كم إلها تعبد؟ ذكر هنا يعني ابن القيم قال: حديث صحيح. قال ابن القيم: حديث صحيح. فوجه الشاهد من الحديث هذا قال: الذي في السماء، قال: الذي في السماء، الذي في العلو، الذي في العلو. قال: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. هذا يعني سيأتي معنا قول ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الحديث. قال: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله، مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. نعم. قال: فيما نقل من علامات النبي، نذكر ما قال الشيخ ابن عثيمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تنبيه، ذكر المؤلف رحمه الله أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، وهذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له، ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة. نعم، الإيمان بعلو الله كذلك في الأمم السابقة، في الأمم السابقة كانوا يؤمنون بعلو الله عز وجل. المؤمن يؤمن بعلو الله عز وجل، ليس خاص بهذه الأمة، فعلو الله ثابت قديم، يعني عدو الله أزلي، لم يكن علو الله حادث. علو الله صفة ذاتية لا تنفك عنه، فليس من خصائص هذه الأمة. قال: لا يختصان بهذه الأمة، وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة. ذكر أنه من علامات النبي، من خصائص النبي، وهذا ليس صواب. هذا في الأمم السابقة أيضا يعني الإيمان بعلو الله. قال: ولأن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس بمدح، يزعمون. تعبير بالزعم في هذا الأمر، في هذا الأصل أن الله في العلو، يزعم. قال: لأن أكثر ما يأتي الزعم فيما يشك فيه، فيما يشك هذا، وهذا الأمر ليس مشكوك فيه، هذا الأمر ثابت عن الله عز وجل، ومن صفات الله صفة العلو، صفة ذاتية لا تفك عن الله عز وجل. فلذلك هذا أولا الحديث لا سند له، يعني هذا يعني من لا أصل له، لا سند له، نقل عن الأمم، فيما نقل عن الأمم يعني نقل من علامة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم المتقدمة، فهذا لا سند له أولا، لا يصح. والثاني هذا يعني ليس من صحيح أن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن العلو لا يختص، إثبات علو الله لا يختص بهذه الأمة، بل في جميع الأمم، لأن علو الله صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. قال: قوله روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يسمى حديث الأوعال إلى مسيرة كذا وكذا. وقال إلى قوله: وفوق ذلك العرش، أي دليل من أدلة العلو، وهذا يعني حديث الأوعال
أيضا حديث ضعيف كما تقدم معنا. حديث يعني حسين حديث ضعيف، صحيح أنه ضعيف، كم إلها تعبد قال 7، هذا ضعيف. وأدلة يعني علو الله عز وجل كثيرة في كتاب الله، كثيرة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غير هذه الأحاديث الضعيفة، غير هذه الأحاديث ضعيفة في يعني مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في علو الله عز وجل، إثبات صفة العلو لله عز وجل، يعني يكتفى بالصحيح. وكذلك يعني بما جاء في القرآن: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، إثبات الاستواء على العرش، إثبات علو الله عز وجل. فعلو الله ثابت في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ومن أنكر علو الله عز وجل أهل الأهواء والبدع، وقالوا معنى يعني علو الله أي أن الله في العلو أي ملكه وسلطانه. آمنتم من في السماء أي ملك الله وسلطانه في السماء. فيرد عليهم في القاعدة الرابعة التي مرت معنا أن هذا ليس مراد الله ولا مراد رسوله ولم يفهمه الصحابة ولم يفهمه السلف، ليس مراد الله ولا مراد رسوله ولم يفهمه السلف. وأيضا بوجه رابع أن ملك الله في السماء وكذلك ملك الأرض. الله عز وجل يعني ملك السماء، له ملك السماء وسلطان السماء، وكذلك ملك الأرض وسلطان الأرض. هذا ليس بصواب. وكذلك يعني بنرد عليهم بالعقل، بأن العقل يعني يثبت الله عز وجل صفات الكمال، ومن صفات الكمال العلو. كذلك الفطرة، أن الناس مفطورون. إذا الإنسان يدعو إلى أين يتجه؟ إلى العلو. فهذا باطل، تأويل باطل. فنثبت لله عز وجل علو من غير تمثيل ولا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. قال: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. وهذا تقدم معنا كثيرا، ويعني هذا يقال في جميع الصفات. كيف؟ لا تسأل عن الكيف. السؤال عن الكيف بدعة، والسؤال عنه أي عن الكيف. قال الإمام مالك: قال الرجل: كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، نعلم الاستواء، نعلم ما هو الاستواء. استواء الله بمعنى ارتفع وعلى، ومعنى الاستواء معلوم عندنا، لكن كيف استوى الله عز وجل؟ هل نعلم الكيفية؟ لا نعلم الكيفية. الله عز وجل له صفة العلو، كيف علو الله؟ لا نعلم الكيفية، لكن نعلم المعنى. العلو معناه معروف في العلو الفوقي، لكن كيف علو الله؟ يداه مبسوطتان، كيف يد الله؟ لا نعلم الكيفية. نعلم اليدين، معروف معنى اليدين، لكن كيف؟ لا نعلم الكيفية. مفهوم؟ والسؤال عن الإيمان به واجب. الإيمان بالصفة الثابتة لله عز وجل واجب، إيمان بها والإيمان بمعناها. والسؤال عن أي عن الكيفية بدعة، لا يجوز. كيف وجه الله؟ كيف؟ لا يجوز. ولا يجوز التخيل، وجه الله كذا وكذا، لا يجوز. مفهوم؟ والسؤال عنه أي عن الكيفية. ثم أمر بالرجل فأخرج. وهذا يعني جاء مثل هذا جاء عن يعني ربيعة وغيره أنهم يعني أنه سئل بمثل هذا السؤال فأجاب بمثل هذا الجواب. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.